رياض الصيداوي مدير مركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية. سيدي مساء الخير. مساء الورد لك ولضيفك ولمشاهديك الكرام. إذا تابعت النقاش حول الجيش والسياسة، المنظومة العسكرية الجزائرية بعيون القطريين هدم أم بناء؟ إذا هل تعتقد أن تناول مراكز البحوث والدراسات لمواضيع حساسة، موضوع الجيش، هل هو طبعا من أجل الإنارة ومن أجل البحث ومن أجل التشريح ومن أجل لسبب علمي وجيه، أما أن المسألة هناك نية مبيتة من أجل ذلك؟ لا طبعا المسألة وظيفية. أنا شخصيا كانت عندي تجربة مع قناة جزيرة، اتصل بي فيصل قاسم أكثر من 10 سنوات، لأنني بحثت بشكل علمي في الجيش الجزائري ونشرت بالإنجليزية والعربية وبشكل موضوعي محايد. طلب مني أن أنتقد وهاجم الجيش الجزائري. قلت له والله أنا ليست لدي مشكلة مع الجيش الجزائري، لكن فهمت أنهم يريدون أن يستهدفوا الجيوش العربية الوطنية. أيضا يعني من حوالي أكثر من شهر، مجموعة أشهر، طلب مني الدفاع عن الجيش العربي السوري وأن يكون ذلك في دمشق، ورفضت، لأن أنا من الناس الذين يقاطعون كل الإعلام القطري والسعودي برغم كل الإغراءات، وكتبت ذلك حتى في كتبي. لماذا؟ لفكرة أساسية: فاقد الشيء لا يعطيه. أول شيء قطر ومراكزها بالنسبة لنا علماء السياسة، لما نقوم بتصنيف للأنظمة العربية نجعلها في آخر التصنيف هي والسعودية، لأنه أنظمة لا يوجد فيها أي مظهر من مظاهر الديمقراطية. المواطن القطري لا يرى صناديق الانتخابات إلا في التلفزيون. فحتى تحدث علوم اجتماعية وعلوم سياسية يجب أن تستفيد من مناخ حرية. هل ثم مناخ حرية ونقاش في قطر ليتيح لها التدخل في شؤون الدول الأخرى؟ الفكرة الأساسية الأخرى وهو أن قطر وقناة الجزيرة والإعلام السعودي وغيره مكلفة خاصة بمهمة تشويه الجيوش العربية الوطنية التي شاركت في حرب أكتوبر 73 وانتصرت. ثم ملحمة قام بها الجيش الوطني الشعبي الجزائري في أكتوبر 73. مذكرات المقاتلين المصريين يشهدون له كيف فتك بقوات شارون. نفس الشيء الجيش المصري وهو جيش وطني عريق، نفس الشيء الجيش العربي السوري الذي يحارب الإرهاب الآن. إذن هذه الجيوش التي تحدت إسرائيل وصدتها يجب أن تدفع الثمن. عبر ماذا؟ عبر تشويهها وفتح ملفاتها من قبل أنظمة ديكتاتورية. المشرف على هذا البرنامج الآن عزمي بشارة، وهنا جيد أن نشرح من يشرح. هو يشرح الجيش الجزائري، فهي فرصة أن نشرحه هو نفسه. من هو عزمي بشارة؟ عضو الكنيست الإسرائيلي، خرج من إسرائيل، ذهب لسوريا وحاول أن يقابل القيادة السورية فلفظته وطردته. خرج وذهب لأن لا تثق فيه أبدا، فذهب وعاش في قطر، وفجأة أصبح المستشار الأول للأمير ويشرف على الإمبراطورية الجزيرة، ومهمته كما قلت هي تشويه الجمهوريات العربية والجيش العربي. سنعود إليك فقط كي نوزع النقاش على ضوء ما تحدثت عنه الصيداوي. تابعت ما قاله الزميل نجيب الحمر. هل أنت معي أستاذ؟ السؤال: أنت سابقا كتبت في مختلف أوراقك البحثية أن الجيش الجزائري يختلف عن بقية الجيوش العربية ويمتلك مميزات خاصة مقارنة بالبقية. في رأيك ما يميز بدقة الجيش في الجزائر عن بقية الجيوش العربية بصورة عامة؟ الجيش الجزائري تشكل في الجبال، في المغاوير. جيش التحرير الوطني تشكل بعقيدة قتالية لتحرير بلده، وفي بطولات، طبعا بطولات وتضحيات هائلة قدمها. إذن هو لم يتشكل في أكاديمية عسكرية، وإنما بدأت خلايا الأولى كمقاتل مغاوير، ثم تطور شيئا فشيئا ونظم نفسه إلى أن أصبح جيشا قتاليا محترفا. لكن في الأول هو جيش تحرير وطني، هو جيش لديه عقيدة قتالية هي محاربة الاستعمار وتحرير الجزائر، ثم أصبحت عقيدته القتالية هي حماية السيادة الجزائرية. هذا أعطيت حتى كثير من التصريحات الإعلامية لماذا يشتري السلاح الروسي، لأن روسيا تضمن فعلا سيادة وطنية، رغم الحملة التي شنتها وسائل الإعلام القطرية عما سموه بضباط فرنسا في الجيش الجزائري. أنا قلت لهم لو ثم ضباط في الجيش
ضباط يعني موالين لفرنسا في الجيش الجزائري، لاشترت الجزائر طائرات رافائيل واشترت طائرات الميراج، وحاولت فرنسا المستحيل ان تبيعها للجيش الجزائري، لكن الجيش الجزائري لانه يحافظ على السياده، لانه يحافظ على الاستقلاليه، اراد او ادرك ان شراء السلاح من روسيا اكثر ضمانا بكثير لاستقلاليته وسيادته من الغرب، لأن الغرب يخدعه، وشاهدنا كيف تم مع ليبيا او مع العراق او غيره. اذا هذا من جهه، هو جيش تشكل في الجبال في محاربه الاستعمار، عقيدته القتاليه عقيده قتال الاستعمار، تحرير الجزائر ثم دفاع عن سيادتها. ثم هو جيش بنى دوله. طبعا لماذا بنى دولة؟ لأنه لما خرجت فرنسا، وفرنسا كانت تعتبر الجزائر إقليم فرنسي، لم تكن محمية مثل تونس أو المغرب، لا، كانت فعلا إقليما فرنسي. لما أخرجت معها الإدارة، فوجدت الدولة الجزائرية المستقلة نفسها بدون إدارة، كان الجيش هو الجهة الوحيدة المرتبة المنظمة القادرة على إدارة الدولة. إذن فبنى دولة عصرية صمدت إلى اليوم رغم كل المؤامرات التي حيكت ضدها. فلما تأتي الطعنة، وأقول الطعنة، وتأتي هذه الهجومات من دول كما قلت لا علاقة لها لا بالحرية ولا بالديمقراطية ولا بحرية التعبير ولا أصلا بالأبحاث العلمية. يعني الأبحاث العلمية كما قلت والندوات والمنتديات هي إفراز لمجتمع منفتح، هي إفراز لأبحاث جامعية. أنا أفهم أنه في أمريكا أستاذ رياض سيداوي، سأعود إليك فقط، أو في أوروبا، لكن في قطر شيء يثير التعجب ويثير الضحك فعلا. سأعود إليك، فاقد الشيء لا يعطيه. سأعود إليك سيداوي في سؤال أخير على عجالة فقط، بما أنك أستاذ تسمعني. كما كان يتحدث الأستاذ محمد العقاب وتحدث عن الربيع العربي وتحدث عن الجيش الجزائري وقال أنه مفخرة. السؤال هناك الكثير من الخبراء يقولون أن من أسباب قيام ما يعرف بثورات الربيع العربي كان هدفه هو الإطاحة بالجيوش العربية مثل ما حدث للجيش في سوريا. السؤال: هل تعتقد أن الجزائر كان قويا بما يكفي أن الجزائر لم يكن هناك ربيعا عربيا في الجزائر بسبب قوة الجيش الجزائري؟ شكرا لك. هو هذا موضوع كتابي من تونس إلى دمشق، حقائق خفية عن الربيع العربي، ثم أيضا كتابي جديد خليفة الدم العربي، إصرار داعش وخواته، لأني عشت بداية الربيع العربي في أوروبا وعندي اشتباك مع الإعلام الأوروبي. إعلام أوروبي يريد منذ الأيام الأولى أن أتحدث عن ربيع عربي في الجزائر. شرحت لهم بشكل علمي وبآخر صيحة يعني من العلوم السياسية الأمريكية أن الجزائر لا يمكن أن تحدث ثورة، نظرا لأنه الجيش الوطني هو من ابن الدولة، ابن الشعب. ثم الجزائريين تحصنوا، فهموا بعد العشرية السوداء أنهم وقعوا في فخ، فإذا لا يمكن للإنسان أن يعيش نفس التجربة مرتين. ثم ثم وعي وطني جزائري بأنه لا نسمح أبدا بالاختراق الخارجي والتدخل الخارجي، وهذا شيء هام جدا. مفهوم السيادة الوطنية في الجزائر تقريبا البلد العربي الوحيد أو على الأقل الأكثر وطنية والأكثر استقلالية وحساسية من أي تدخل خارجي. الدول التي تم التدخل فيها من الخارج مثل ليبيا أو سوريا يتحدثون عن ثورة ربيع عربي. ورولان ديما وزير الخارجية الفرنسي السابق يقول سنتين قبل الأزمة في سوريا اتصلوا بالإنجليز في لندن وقالوا لي نحن والأمريكان نعد مقاتلين لزعزعة الأمن في سوريا ولضرب نظام بشار الأسد لن يزعج إسرائيل، فهل أن فرنسا مستعدة لذلك؟ قلت لهم لا. نفس الشيء في ليبيا، تدخل عسكري خارجي لضرب دولة وهو أطلسي، بينما في البحرين تدخل قوات خارجية لمساعدة نظام في الثورة السلمية. إذا نحن أمام سياسة الكيل بمكيالين. أنا هذا الربيع العربي الذي لا أؤمن به أبدا، أعتبره مجرد مخططات حتى تنتقم الملكيات الإقطاعية من الجمهوريات، لأنه طبعا في الستينات كان الفكر الجمهوري والسائد وتساقطت ملكيات كثيرة. الآن نوع من الانتقام عبر ماذا؟ عبر ترسانة إعلامية هائلة، استثمروا مليارات الدولارات في قنوات تلفزيونية ملأوا بها الأقمار الصناعية، عبر شيوخ جندوهم، عبر تغييب الوعي. لكن كل هذه المخططات اصطدمت على صخرة الوطنية. نعم
الشعب السوري وطني، الشعب الجزائري وطني جدا، فهم أدرك قواعد اللعبة. نختلف ما بيننا، لا يوجد أي مشكل، ننتقد. أنا أتابع يوميا الصحافة المكتوبة الجزائرية وانتقاداتها لرؤوس النظام بفرائس الدولة إلى آخره. هذا القطريون أو السعوديين لا يفرحون بواحد في الألف من انتقاد أميرهم. لو يقال كلمة واحدة ينسجن به في السجن. شاعر قطري محمد العجمي 6 سنوات سجن لمجرد أن وقال قصيدة شعر. نعم. وقال بيتا بليغ جدا. نعود الى الجيش الجزائري استاذ رياض الصيداوي. حكمها ويحسب ان العز بالقوات الامريكيه. الجزائر لا توجد فيها قواعد عسكريه. لاحظي ان هذا المؤتمر حيث انعقد في قطر في الدوحه هو على بعد كيلومترات قليله جدا من اكبر قاعده عسكريه امريكيه في العالم ربما وفي الشرق الاوسط، وهي قاعده العديد التي انطلقت منها الطائرات لقصف بغداد ولاحتلال العراق ولقصف ليبيا. طيب. وللتامر على سوريا. طيب. ولضرب افغانستان. استاذ رياض الصيداوي، فكرتك وصلت بالفعل. شكرا جزيلا على هذه الاحاطه الاستاذ رياض الصيداوي.